في جملة بنسمعها كتير جدا: النجاح لازم يتشاف. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها بصراحة إن في مراحل في حياتك النجاح فيها لازم يتخبى، مش علشان تخافي لكن علشان تحمي نفسك. خليني أحكيلك قصة حقيقية جدا، يمكن تبان عادية بس فيها درس كبير. كان في بنت زي كده بالظبط، طموحة، بتحاول وبتبدأ من الصفر. في الأول كانت متحمسة جدا، كل خطوة بتعملها كانت بتحكيها، كل فكرة، كل خطة، كل إنجاز حتى لو صغير كانت بتشارك كل حاجة. في البداية الناس كانت بتشجع: برافو، كملي، احنا فخورين بيكي. بس مع الوقت الحكاية بدأت تتغير، بدأت تسمع تعليقات سخيفة ومحبطة: انت مكبرة الموضوع ليه؟ انت فاكرة نفسك هتنجحي يعني؟ مش شايفين حاجة أصلا، فين النتيجة؟ وبدأ إحساس غريب يدخل جواها، إحساس إن كل خطوة بتاخدها متراقبة، وإن أي غلطة هتتقال هتتكرر وتتضخم. وفي لحظة معينة وقفت مع نفسها، مش علشان هي فشلت لكن علشان الطاقة حواليها خنقتها. وهنا بدأت تفهم حاجة مهمة جدا: مش كل الناس تستاهل تعرف طريقك. ورجعت من تاني، بس المرة دي بشكل مختلف. بطلت تحكي، بطلت تشرح، بطلت تقول هي بتعمل ايه. اشتغلت في هدوء، ساعات طويلة من تجارب، غلطات، محاولات، بس من غير صوت. ومع الوقت بدأت النتيجة تظهر، مش كلام لكن أفعال، مش وعود لكن واقع. والغريب، نفس الناس اللي كانت بتشكك في قدراتها رجعت تقولها ازاي عملتي كده وازاي وصلتي لده. وهنا الدرس الحقيقي، إن النجاح لما بيجي بهدوء بيكون أقوى بكتير. خليني أقولك الحقيقة من غير تجميل أو فلترة: مش كل الناس بتحب تشوفك بتنجحي حتى لو بيحبوكي. في ناس بتحبك بس مش قادرة تستحمل تشوفك تكبري، وده مش شر، ده ضعف بشري، لكن مسؤوليتك انتي انك تحمي نفسك. طيب ازاي تخفي نجاحك بذكاء؟ أول حاجة، مش كل فكرة تتقال. الفكرة وهي لسه في بدايتها بتكون حساسة جدا، أي تعليق سلبي ممكن يكسرها قبل ما تكبر. فاحتفظي ببداياتك لنفسك. تاني حاجة، اشتغلي أكتر ما تتكلمي. الناس بتحب الكلام بس الحياة بتكافئ الفعل. كل ساعة بتتكلمي فيها عن خططك ممكن تكوني بتضيعي طاقة كان المفروض تتحط في التنفيذ. خلي شغلك هو اللي يتكلم عنك. تالت حاجة، اختاري مين يسمعك. مش كل حد ينفع تحكيله. في ناس بتسمع علشان تدعمك، في ناس بتسمع علشان تقارن، في ناس بتسمع علشان تحبطك. فخلي دايرتك صغيرة وواضحة. رابع حاجة، خلي نجاحك تدريجي مش مفاجئ. يعني ايه؟ يعني ما تستنيش لحد ما توصلي وتظهري مرة واحدة، لكن كمان ما تفتحيش كل كروتك بدري. التوازن مهم. خامس حاجة، اشتغلي على نفسك من جوه، لأن أكبر خطر من الناس، أكبر خطر إنك تتأثري بكلامهم. لو انت من جوه مش ثابتة، لو رأي أي حد محبط ممكن يهزك، لكن لو واثقة من نفسك حتى لو سمعتي أي كلام محبط أو مستفز هتعرفي تكملي. خليني أقولك حاجة مهمة جدا: النجاح الحقيقي مش صوت عالي، النجاح الحقيقي هدوء. هدوء في التفكير، هدوء في الحركة، هدوء في الإنجاز. وفي نقطة ناس كتير بتغلط فيها، إنها بتستعرض قبل ما تثبت نفسها، تحب تبان ناجحة قبل ما تبقى ناجحة بجد. ده بيخلق ضغط كبير جدا، لأنك بتعيشي قدام الناس مش لنفسك. لكن لما تشتغلي في هدوء بتبقي حرة، تغلطي براحتك، تتعلمي براحتك، تطوري من نفسك من غير ضغط. وفي الآخر خليني أقولك الجملة اللي ممكن تغيرلك كل حاجة: مش لازم كل الناس تعرف إنك بتكبري، لكن لازم كل الناس تشوف النتيجة. خلي نجاحك يتشاف لكن رحلتك تتخبى. ولو هسيبك بحاجة واحدة بس، اشتغلي في صمت وخلي النتيجة هي اللي تثبت نجاحك. اكتبيلي في الكومنتات، انت من الناس اللي بتحكي كل خطوة ولا بتشتغلي في هدوء؟